المنتخب الأول المصري يخسر 2-0 من أوزبكستان في بطولة العين الدولية الودية بالإمارات. في شوط واحد، شوط كارثي لمنتخب مصر، خسرنا 2-0. الناس دي كانوا بيلعبونا لمسة لمستين يروحوا للجون، مساحات، مش عارفين احنا بنلعب ايه ولا بتشكيل ايه ولا بطريقة ايه. ده بصراحة الناس دي اي كورة بوش رجلها الخارجي كانوا بيروح علينا انفراد. في شوط واحد خسرنا 2-0 في الدقيقة 4 وفي الدقيقة 43 بسبب المساحات، وبسبب ان احنا النهارده ما كناش عارفين لا محمد هاني بيلعب ايه ولا محمد حمدي بيلعب ايه، ولا احنا عارفين احنا بنلعب بطريقة ايه. الهدف الاول لاوزبكستان في الدقيقة 4 هدف كارثي. عايز اقول لكم ان اللعيب وسط 4-5 لعيبة من منتخب مصر بيدافعوا، اللعيب ماسك ال4-5 تك 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 لغاية ما جاب الهدف الأول لأوزبكستان. ولا كأن هي أدوارهم دفاعية، ولا كأن دول أصلا مدافعين المفروض إنهم يدافعوا. مش عارف إزاي في فرق إمكانيات بان جامد جدا بيننا وبين دول آسيا اللي كان ليهم في البطولة دي فرقتين، أوزبكستان وإيران. بصراحة كان نفسي نلاعب إيران، لكن القرعة بتاعتنا بعد ما خسرنا ودتنا للراس الأخضر. الراس الأخضر ده بقى اللي صعد كاس عالم من مجموعة فيها الكاميرون وليبيا وأنجولا، يعني فرقة قوية لا يستهان بيها، وهنلعبهم على الثالث والرابع. الشوط الثاني حصل شوية تغييرات ظبطنا بيهم نفسنا شوية، بس برضو احنا مش احنا يا دكتور، احنا مش منتخب مصر. اللي عايز اقوله ان المكسب الوحيد في الماتش بتاع اوزبكستان ده هو احمد فتوح، انه بدأ فعلا يرجع لمستواه اللي احنا نعرفه. وقبل بطولة افريقيا ما بتقرب نحس ان احنا عندنا باك ليفت محترم وحريف. وبصراحة جنب احمد فتوح برضو كسبنا لعيب محترم اسمه مروان عثمان. مروان عثمان محتاج بس شوية شغل، يشتغل على نفسه لانه جعان كورة مع المنتخب وهيفيد المنتخب ان شاء الله. غير كده ما كانش في حد موجود في المنتخب بيلعب كورة، ولا كبير ولا صغير ولا محترف ولا محلي، ما كناش موجودين. اللي انا عايز اقوله لكابتن حسام، يا كابتن حسام بعد اذنك عايزين نلعب اللي نعرفه، مش عايزين نلعب حاجة احنا ما نعرفهاش او نألف فيها، ولا نألف في تشكيل ولا نألف في طريقة لعب، عشان لما ندخل في الماتشات الجامدة مش عايزين نوصل لمرحلة ان احنا نتفضح، ربنا يبعد عننا الفضيحة. فبعد اذنك عايزين نلعب اللي نعرفه. هنلعب يا كابتن حسام على الثالث والرابع مع الراس الاخضر، فريق قوي ومحترم وصعد لكاس العالم، فيا ريت نلعبه صح علشان نحس ان احنا بنستفيد من البطولات والماتشات الدولية الودية دي. كل التوفيق لمنتخب مصر في القادم، احنا في ظهرك قلبا وقالبا، لان احنا هنشجع مصر على اي وضع وباي فريق وباي طريقة وباي اسلوب لعب، لكن احنا يهمنا اداء ومكسب علشان الناس تحترمنا ونوصل لأبعد حتة. بالتوفيق لمنتخب مصر وبالتوفيق لكابتن حسام، ويا ريت ما نشوفش ماتش تاني زي اوزبكستان ده، عشان ده حاجة مش مقبولة لينا، خصوصا ان احنا داخلين على بطولة افريقيا، بطولة قوية وفرقها كلها قوية. وبالتوفيق لمنتخب مصر في القادم ان شاء الله. سلام.